الله يطيلهم من نوره. سادسا، يكتب من الذاكرين كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل توضيا وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سابعا، غفران الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث: ثم يقول الله جل جلاله لملائكته: انظروا إلى عبدي قد تخلى في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام. جماعة مشغولين بالله وجماعة مشغولين بالنوم، وهذا يفكر في خدمة مولاه. اشهدوا أني غفرت له. غفران الذنوب. ثامنا، مباهاة الله. الله يباهي ملائكته بالذين يقومون في الليل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربه جل وعز بصلاة ليله باهى الله به ملائكته. شوفوا شلون عبد عندي. فقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه إلى صلاة لم أفرضها عليه، مو واجب عليه، ما بيهنا، ولكن حب الله يدفعه إلى ذلك. اشهدوا أني قد غفرت له.